السلام عليكم البنات ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات جبت لكم ماسك من اروع ما يكون للوجه. جبت لكم ماسك يخلي الوجه منور ويخليه يشقشق بالبيوضه. نبداو على بركه الله. اول ما نبداو نجيبو قماش، اي قماش يكون عندك في الدار تستعمليه، ماشي شرط هذا، اي قماش يكون عندك تستعمليه. انا عندي هذا نستعمل فيه. هذا القماش يا البنات راه من اروع ما يكون صراحه، نستعمل فيه وشباب، ماشي بيبليسيتي ولا بصح. هذا القماش شباب. نروحوا للماسك. هذا الماسك شوف، بعد ما نقوا وجوهنا وننظفوهم بهذا القماش ونمسحوه ونشفوه مليح مليح، نستعملوا هذا الماسك. نستعملوا فيه البودر تاع القهوه، ماشي القهوه الغليظه هذيك. كي تكون عندنا قهوه نصفوها نغربلوها وندو غير البودر هذيك الرقيقه. هاي وين بودر رقيقه. نضيفوا له حبه فرماج، نضيفوا حبه فرماج هكذا. هذه القهوه هكذا. حتى نتحصلوا على الماسك اللي رانا باغيين حنايا. تحصلوا على هذا نستعملوه على بشرة تكون نظيفة بعد ما نكونوا نقيناها بأي قماش يكون عندك في الدار. وقاع اذا ما عندكش تستعملي صابون طرف عادي تنقي به وجهك وتستعمليه. نستعملوه على الوجه وعلى الرقبة وعلى اليدين، البلاصة اللي فيها السواد كل نستعملوه فيها، وراه يعطي نتيجة من أروع ما يكون. هكذا نخلوه حتى ينشف مدة 20 دقيقة حتى نص ساعة وتبان النتيجة. وبعد نغسلوه وموراها نديرو ماء الورد. ماء الورد نكونوا دايرينه في فريجيدار يكون بارد، نرشو به الوجه تاعنا، ولا نديرو كريم اضغاطونت مورا هذا الماسك.